دار الأوبرا الخديوية تقريبا بدأت 1869 مع افتتاح حفل قناة السويس. كان لازم العظمة والبهاء في الاحتفال يوصل أوجه في الأوبرا الخديوية. هي معمولة على النظام الإيطالي، بس للأسف كان تقريبا كلها شغل خشب. ففي 71 تعرضت للحريق والتدمير التام. طيب، ما قبل 71 احنا شايفين قطع فنية تاريخية رائعة الجمال، في جزء خاص بالأسرة المالكة، سواء جزء خاص بالملك فاروق وجزء خاص بالأميرات. طيب، الأوبرا كانت مسرح، بس لا، كان فيها جزء خاص متحفي محتفظين بيه بالملابس والإكسسوارات والمجوهرات وبعض التحف الفنية الخاصة بمتحف دار الأوبرا. آه، احنا قلنا انها على النظام الإيطالي، بس للأسف الشديد كانت تقريبا كلها مصنوعة من الأخشاب، ولما تعرضت للحريق 71 قضى عليها قضاء تام. اللي حابب يتفرج عليها في فيلم الخطايا أغنية عبد الحليم بيتجول في أروقة دار الأوبرا. طبعا شهدت عروض كتيرة لا تعد ولا تحصى. دي الأوبرا من الداخل، استنونا هجيبها لكم في الجزء التاني. هنا خلص الكلام، سلام.